الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين وفي احسن حال ان شاء الله. حبايب قلبي وعيلتي الجميلة القمر، اهلا وسهلا بكم النهارده فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. اتمنى ان هو يشجعكم ويعجبكم باذن الله. في البداية بس كده بحب ارحب بكل الامارات اللي دخلوا معايا في القناة جداد على الفيديو اللي فات اللي هو التنظيف العميق للمطبخ. عايزه اقولك لو انتي مشوفتيش الفيديو ده يكون فايتك كتير جدا جدا جدا. وطبعا بشكركم جدا على تعليقاتكم الحلوه القمر. متهيألي ان انا ما سبتش حد في الفيديو اللي فات ده غير وعلقت له، يعني رديت عليه، مفيش اي حد ما ردتش عليه. وبشكركم تاني على كلامكم الجميل القمر. بصوا بقى النهارده كده ان شاء الله باذن الله فيديو جديد، عايزاكم تركزوا عشان في تفاصيل كالعاده كتير جدا جدا، وان شاء الله باذن الله تخرجي متشجعه ومستفاده باذن الله. بصوا بقى يا بنات، كلمتين مهمين جدا في الاول. النهارده كده انا موجهه الفيديو بتاعي لناس معينه. انا جالي تعليقات كتير على الفيديو اللي فات. في حاله من الاحباط كده صايبه معظم الستات البيوت، يعني شيماء انا مش عارفه اعمل حاجه، انا مش عارفه ابدا منين، انا كنت شاطره جدا. اكيد يا بنات لو رجعتوا للفيديو تشوفوا التعليقات دي، انا مش بقول كلام كده. انا كنت شاطره جدا وبعمل كل حاجه، فجاه انا ما بقاش ليا رغبه في اي حاجه ومش عارفه اروح فين واجي منين وابدا منين، وحاجات من هذا القبيل كتير. فبصوا يا بنات، فيديوهات الروتين دي هي سلاح ذو حدين. ممكن في ناس فعلا يعني تشوفها تتشجع بيها، وممكن في ناس تحس ان ايه ده، انتوا ازاي بتعملوا كل ده، امال انا ليه مش قادره اقوم اعمل، او انتوا ازاي بتعملوا بالسرعه دي. انا بصوا النهارده بتكلم معاكم في حاجه مهمه جدا جدا، الا وهي اولا احنا بنكون مسرعين الفيديو زي ما انت شايفه. انت بتاخدي جرعه تشجيع، بس خدي بالك احنا لو جبنا لك الفيديو بسرعته العاديه هتلاقينا والله عاديين زينا زي بعض، يعني فاهماني. دي كده اول حاجه. تاني حاجه، لا يكلف الله طبعا نفسا الا وسعها. يعني لو انت مثلا مريضه او تعبانه او بتمري بظروف صحيه ومش قادره ان انت تعملي اي حاجه، هتعملي ايه يعني؟ خلاص مفيش مشكله لما تخف ان شاء الله باذن الله وتقومي بالسلامه. اما لو انتي مسيطر عليكي الكسل والخنقه واروح فين واجي منين، لا ده اولا ده شيطان، لازم تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. علشان الشيطان دايما عايزنا نقعد في مكان مش نظيف، الدنيا تبقى مكركبه حوالينا. ده هيأثر علينا على فكره وعلى نفسيتنا جامد جدا جدا جدا. فانتي لازم تتحدي الاحساس ده، حتى لو مش هتقومي تهدي الدنيا، حتى لو هتقومي تعملي اي حاجه بسيطه، حتى لو هتعملي 50% من الاشياء اللي المفروض انها تتعمل، بس ان انتي ما تعملوش خالص وتستسلمي، لا. فالنهارده انا هوريكي ازاي ان انا هنضف بطريقه بسيطه جدا، هتشوفي نتيجه معايا، وهتشوفي برضو ان الدنيا ما كانتش نظيفه خالص وما بهدلتش الدنيا ولا تعبت نفسي ولا اي حاجه. فتابعي معايا الفيديو علشان اوريكي ان انتي ممكن، يعني انا النهارده مش جايه زي فيديوهات كتير مثلا فيها بقى حاجات وتفاصيل وستاير بتتشال وحيطان بتتغسل. لا يا جماعه، الفيديو ده المره دي مش كده خالص. الفيديو ده هوريكي ان انتي يعني ازاي تنضفي ببساطه من غير ما نبهدل الدنيا ونكركب الدنيا، وقبل ده كله نبهدل نفسنا. تمام كده؟ ده بالنسبه للناس اللي هي حاسه ان هي مش قادره انها تعمل اي حاجه خالص. بس كده. تعالوا بقى قبل ما الفيديو يجري، وهو فعلا بالفعل جري، اقول لكم كنت بعمل ايه. المكتبه دي يا بنات بقالي كتير جدا 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 ما نضفتهاش وما رتبتهاش. زي ما انتوا شفتوا في بدايه الفيديو فضيت كل حاجه. زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله الحاجه كتيره. عايزه اقول لكم ان في حاجات بتاعت ماما الله يرحمها، ومن ضمنها طقم البولات اللي انا بغسله ده. شايفين طقم البولات اللي هو زي سلاطين كده ومعاه الغطيان بتاعتها، والطقم اللي عليه اللي هو الجوافتين ده اللي هو انتوا عارفينه من زمان، اللي هو اصلا عندي في المطبخ بستعمله معاكم. برضو في حاجات بقيته، الفناجيل بتاعته والبراد والبولة بتاعته الكبيرة برضو في المكتبة. وفي تقريبا برضو طقم خشاف. المهم ان في حاجات بتاعت ماما وفي حاجات بتاعتي. طبعا انا مش عاملة زي ناس كتير مثلا في المطبخ عاملة ايه،
عاملة ضرفة حاطة فيها ازاز زيادة والكلام ده. لا، انا المطبخ عندي على قد الاستعمال قوي، يعني على قد الحاجات اللي انا بستعملها. مش حاطة اي حاجة مش بستعملها غير يعني حاجة المطبخية العادية جدا فمعظم بقى الحاجات الزيادة انا حطاها في المكتبة. فده اللي مخلي عندي ايه المكتبة تحسوا ان هي ايه اوفر شوية، يعني الحاجات دي وطقم مثلا اللي انا حاطاه دلوقتي في المطبخ اطباق، ولو انا حاطة الفناجيل بتاعته والبراد بتاعه ومكملاه اكيد ده كان هيخف على المكتبة يعني وكده. المهم يا جماعة، الحاجة زي ما انتوا شايفين انا بتكلم في دلوقتي حاجة محتاجة فعلا تتعمل، مش اللي هو انا بضيع صحتي وخلاص. التراب ده ابتدى ان هو كان يكئبني، يعني انا عارفة خلاص ان الحاجة دي محتاجة انها تتعمل. طب لو الحاجة مش محتاجة انها تتعمل، ايوه تعمليها، وفري صحتك ووفري طاقتك. لكن تراب بالمنظر اللي انا بوريهولكوا ده، لا ده شكرا بقى كده. طب ايه بقى يا شمال اللي وصل المواضيع للمرحلة دي؟ اكيد طبعا المسؤوليات، يعني اكيد حياتنا فيها مسؤوليات وفيها اطفال وفيها حاجات كتير ودراسة ومش دراسة والكلام ده. طبعا الدراسة عدت، يعني بتكلم في كده. فتلاقي بقى ايه اكيد اولوياتك لحاجات تانية، حاجات زي كده انتي مش حطاها في دماغك، إيه ضرفة تتساب مفتوحة، مش عارفة ايه، حد نسي يقفلها كويس تلاقي التراب دخل. لحد بقى ما بيجي وقت انا عامه ببقى حاطه كل حاجه في دماغي، يعني مش ببقى اللي هو انا ايه، اه انا ببقى باصه وساكته بس عارفه ان انا هعملها، يعني هعملها يعني. بس كده يا بنات، فايه قلت لا ان شاء الله باذن الله بقى كده إيه استعدادا كده بقى للعيد، نحاول كده ان احنا نشيل التراب كله من بيتنا كده وندخل كده بيتنا الطاقه الايجابيه للعيد طبعا بكره ان شاء الله باذن الله اول ذو الحجه. كل سنه وانتم طيبين يا بنات، وكل عام وانتم بالف خير يا رب. وإن شاء الله بإذن الله يكون عيد سعيد علينا جميعا إن شاء الله بإذن الله. وربنا يتقبل من كل الحجاج يا رب، يحجهم إن شاء الله بإذن الله، وحج مبرور وذنب مغفور إن شاء الله بإذن الله. تعالوا بقى هنا زي ما انتوا شايفين خلصت أول رف، غسلت باللهلوبة. عايزة أقول لكم كان صابون المواعين عندي أصلا خلص وكنتش لسه جبت، بس أنا حاليا جبت خلاص يعني. خلصت أول دور زي ما انتوا شفتوا، وخرجت جبت الفوطة دي كده فرشتها على السفرة وصفيت عليها. عايزه اقول لكم الموضوع ده خد وقت معايا جامد جدا جدا جدا، ولذلك الفيديو ده يا بنات متصور على يومين، عشان بس ايه ما تقولوش انتي بتعملي كل ده. لا اكيد انا ما عنديش مقدره ان انا اعمل كل ده تنظيف عميق وظرف بتتفتح وبقى بتتغسل في يوم واحد يعني يا بنات. لا طبعا هفهمك دلوقتي كل حاجه واقول لك انا ايه خلصت امتى وبدات الجزء التاني امتى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتوا شايفين خلصت جزء، رحت لماه وطبعا مصفياه بطريقه كده اللي هي بزاويه بحيث ان هو ينشف بسرعه، مش حاطه الحاجه فوق بعض يعني. وهنا بقى كنت غسلت دول بقى مع نفسي وقلت بس اشطفهم معاكم لان الموضوع كان اوفر وخد مني وقت جامد جدا. وده كان المنظر زي ما انتوا شايفينه كده، دي كده كل حاجه. وعايزه اقول لكم ان في حاجات بتاعت ماما، يعني شايفين طقم الخشاف اللي هو قدامكم الازاز ده الشفاف ده بتاع ماما الله يرحمها. انا كنت تعبانه نفسيا جدا على فكره وانا بصور الفيديو ده وانا بغسل الحاجه دي، لاني كل حاجه بتاعت ماما الله يرحمه، حته اني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك الحاجه كامله. الطقم مثلا الخشاف اللي انتوا شفتوا له لونه عسلي كامل. فاللي هو يعني انا ما لحقتش يا ماما اسالك، انا عايزه اسالك انتي ازاي كنتي بتحافظي على حاجتك كده وورثتيها ان شاء الله باذن الله، وحافظ عليها واولادي كمان يورثوها وياخدوها يعني ان شاء الله. فهي ماما كانت على فكره منظمه جدا جدا جدا، وكانت بتستعمل حاجه النيش وكل حاجه، بس كانت بتحافظ عليها. يعني عزومه مثلا او حاجه تطلع الحاجه، تغسل الحاجه بالراحه جدا، اول ما تتصفى تدخلها مكانها. كانت هاديه، يعني كانت هاديه كده وكان نفسها هادي قوي. فبسم الله ما شاء الله بجد يعني ماما توفت والحاجة دي مثلا كان بقالها ايه مثلا يعني حوالي 30 سنة او اقل او اقل من 30 سنة، وحاجات كتير جدا ما شاء الله كاملة زي ما هي. مش معنى كده انها مش بتستعمل، لا الفكرة ان احنا كنا بنستعمل الحاجة بس هي كانت بتحافظ عليها. فالله يرحمها ويغفر لها ويسامحها هي وابويا رب العالمين ان شاء الله بإذن الله. بس يعني يا بنات مش عايزين بقى ندخل في الدراما يعني قوي مش عايزة الفيديو ياخد مننا كده. في ناس ممكن يقولي شامنتي بتدخلينا قوي في تفاصيل حياتك، يعني اللي هو يعني بصوا يا جماعة، التفاصيل بالنسبة للناس نسبية، يعني بتختلف من حد للتاني. يعني ممكن انا اتكلم في حاجة انتي تكوني شايفة ان انا ايه ده ما ينفعش تتكلمي فيها وما ينفعش تقوليها،
وانا شايفه ان انا ممكن اتكلم في حاجه عادي ان انا اتكلم فيها، فاهمني؟ يعني زي بالظبط مثلا ايه، في ناس لو جابت كده قلم رصاص مثلا ولا كراسه جديده ما تقولش عليها لحد، هي شايفه ان ده سر. وانا مثلا ممكن اجيب مشتريات ايا كان، عيد، لبس، مش عارفه ايه، اوريها لكم. يعني انا اصلا بطبيعتي كده، يعني انا لو حد موجود عندي وانا شاريه حاجه احب ان انا اوريها له. فان انتي توري او ما توريش، او تفرجي او ما تفرجيش، ده بيبقى عمليه نسبيه، بيختلف من شخص للتاني. طيب يا بنات، زي ما انتوا شايفين كده، سبت كل حاجة، خدت وقتها جدا. مسكت بقى الزرعة، مسكتها معايا بالجوانتي بتاعي القمر ده. نسيت اقول لكم طبعا ان انا جبت ميه اللي هو مش عارفه هو ده اريال جل تقريبا، كيس اريال جل كده. كنت جايبه كيسين كده، يعني ببقى في السوبر ماركت ممكن اجيب حاجه زي كده برميها، بتنفعني في اي وقت، مش عارفه ايه كده يعني. فرحت ماسكه طبعا الظرف من جوه كويس جدا، مسحتها، وكمان الازاز مسحته من التراب والتبصيم، ولكن دي مش التلميعه الاخيره للازاز، لسه هنلمعه مع بعض ايه دلوقتي. والمفرشين طبعا مسكتهم غسلتهم، اكيد انتوا شفتوا كميه التراب اللي كانت عليهم. ومسكت الزرعه بتاعتي القمر بقى، مسحتها مسحه حلوه زي ما انتوا شفتوا كده. خدت مني حوالي ربع ساعة بس، فضلت وراها لحد ما خليتها زي الفل. دلوقتي دي بقى كانت الرصة بقى، معلش ما رصتش معاكم. عايزة اقولك ان انا الرف بالذات اللي تحت حطيت في الاطباق، انا كنت حابة هنا ارص رصة عملية، يعني تنفعني في الاستخدام. مش عايزة انا اشكال وانبهارات ومش عارفة ايه، لا انا عايزة لما اجي اخد حاجة اخدها بنظام. الرف ده ما خدش حاجة لانه يعني ضيق جدا، كنت عايزة احط كل طقم خشاف كده لوحده بالبولات بتاعته، معرفتش، فحطيت الثلاث البولات الكبار فوق بعض زي ما انتوا شايفين، اللي على ايدي الشمال دي كده، والسلاطين بتاعتهم او البولات بتاعتهم الصغيرة حطيتها قدامهم. وده الطقم العسلي اللي انا اصلا اول ما اتجوزت كنت حاطاه في المطبخ، يعني اتكسر منه بقى غرف، ما بقاش الا 3. وما شاء الله بقيت الطقم موجود اهو. والطقم التاني الاركوبيل ده برضو الابيض، قلت ايه لو انا عايزه اغير اخد الحاجه كده بترصيصتها كده تبقى سهله معايا يعني. وكل حاجه اتغسلت زي ما انتوا شايفين. الفناجيل فوق زي ما انتوا شايفين انا رصاها كده رصه ايه يعني، ملهاش استعمال قوي على فكره الفناجيل بتاعه الشاي والقهوه ديت يعني. بس هي بقى لازم تتحط كده شكل وخلاص. كده يا جماعة كان اليوم ده معايا خلص، والسلام عليكم ورحمة الله. كنت أنجزت فيه وراضية عن نفسي، وخد معايا وقت ومجهود. أصل اليوم كله مش هنقضيه في كده، ما انتي وراكي أكل بيتعمل، وراكي عيال عايزين يستحموا ويتسرحوا، وراكي حاجة، وراكي ترويق، وراكي تفاصيل كتير، ومطبخ عايز يتعمل. وغير بقى كل ده ان انا بصور، فاهمني؟ تعالوا بقى اقول لكم هنا عملت ايه. بصوا بقى يا بنات، قبلها بيوم مسكت كيس المكنسه فضيته، ومسكت المكنسه بقى ظبطتها كده زي ما انتوا فضيت الكيس انا اسفه وغسلته. طبعا نزل، يعني مش قادره اقول لكم نزل ايه، فضلت وراه بفرشه لحد ما خليته زي الفل، وسبته ينشف. وتاني يوم بقى زي ما انتوا شايفين كده بدأت معاكم يلا الفيديو. وكمان الفلتر السفنج اللي في المكنسه من ورا ده مسكته كمان غسلته هو راخر. وخليت بقى المكنسه كده زي الفل زي ما انتوا شايفين. بقالي كتير جدا ما عملتش الحركه دي، وندمانه اشد الندم يا بنات. عايزه اقول لكم على حاجه، بسم الله ما شاء الله، امسكي كيس المكنسه فضيه واغسليه، المكنسه هترجع جديده، بمعنى ان شفطها هيختلف بنسبه 300%. لو انتي بتعاني ان المكنسه بتاعتك بقت رخمه كده وشفطها مش حلو، اعملي اللي انا بقولك عليه ده ان شاء الله باذن الله تدعيلي. بس احنا برضو مع الضغوط اللي احنا فيها، الضغوط والحياه بننسى. طب بقى ليه يا شيماء اشمعنى بقى عملتي كده بقى؟ وانا هقول لكم بقى انا عملت كده ليه. لان انا مش هغسل سجاجيد بس، انا محتاجه ان انا اكنس السجاجيد كويس، اكنسها كنسه كده، احس ان انا كده ايه، يعني الكنسه دي كده بتغسلني من جوايا، فبتشفط كل حاجه من الاعماق. فكان لازم اغسل كيس المكنسه عشان اوصل للمرحله دي. وبسم الله ما شاء الله يا بنات اختلفت جدا زي ما انتم شايفين، ما شاء الله السجاده معايا. بصوا الانسجه بتروح وتيجي معايا ازاي من قوه شفط المكنسه، اللهم بارك. طبعا اختصرت معاكم المقطع ده. انا قعدت فتره اكنس في السجاده كويس جدا جدا، علشان انا ولا قادره امسكها انفضها، لان السجاجيد الشاك دي تقيله جدا، ولا هغسلها، فاهمني؟ فاللي هو كانت لازم بقى تتكنس ايه كويس. من هنا بقى نبدا الروتين بتاعنا. وزي ما انتي شايفه كده، اديني اهو مسكت سجاده كنستها. يعني انتي دلوقتي بتقولي لي انا مش قادره اعمل ومش قادره، خلاص يعني اكنسي السجاده كنسه حلوه. لو مش محتاجه انها تتغسل مش لازم تغسليها، والله في مغسله تثقي فيها ابعتيها تتغسل بره، مش لازم تتعبي نفسك. الموضوع سهل وبسيط جدا زي ما انتي شايفه، امشي بس بنظام معايا.
اول حاجة ابتديت ان انا اشفط كل الاتربة اللي مقابلاني، علشان دي اهم خطوة. رجلي ما تفضلش تاخد من هنا وتحط هنا وتلاقي الدنيا هاصت والدنيا اتبهدلت وانتي مش عارفة تلمي الدنيا. بس فشفطت كده مطرح التراب اللي نزل من السجادة. وطبعا الزرعة شلتها بعد ما كنت يعني شلتها، ما كملتش طبعا الروتين، فرجعتها تاني مكانها يعني، ورجعت تاني يوم شلتها. زي ما انتوا شايفين بقى كده، ابتديت بقى ان انا انفض كده الانتريه تنفيضه جامده جدا، يعني تنفيضه كده من القلب. يعني يا شيماء التنفيضه دي تفرق ايه؟ لا نفضي نفضي كده والله هتحسي باختلاف يعني. ما تقوليش مش قادره تغسلي يا ستي، ما تغسليش، بس نفضي تنفيضه حلوه، لان التراب بيخلي الحاجه لونها متغير، فالتنفيض برضو هينفع معاكي جدا. او ممكن تحطي قطعه المكنسه اللي بتغسل اللي بتاعه المفروشات والكلام ده وتشفطي بيها. اول ما زقيت الكنبه، عشان دلوقتي انا هشتغل في الشباك، ابتديت ان انا برضو اشفط التراب اللي حواليا عشان اقف في مكان نظيف. اي نعم انا هنفض الستاير ومش هغسلها لانها نظيفه، وانا عارفه انها انتوا عارفيني لما بتكون الحاجه محتاجه تتغسل انا مش بسمي، انا بخلع معاك وبغسل كل حاجه. دلوقتي هي مش محتاجه انها تتغسل، ولا حتى وانا بنفضها بص مش بتطلع تراب، فيعني اتعب نفسي ليه؟ انتوا فاهميني؟ اما بقى لو انتي مثلا عندك ستاير خفيفة وتقيلة، والخفيفة لونها ابيض او متوسخة، معلش شيليها اغسليها عشان تبقى مزهزهة كده ومنورة، بس ما نزلتش تراب للدرجة يا بنات خالص. بس وانا طبعا كنت عاملة على انا مش عارفة، كنت على رمضان عاملة على رمضان البلتكنات من فوق والسجق ده كله. مسكت السجق ده خرزاية خرزاية، قعدت اعمل في اللي هو الفرنشة اللي هي فوق اللي مدقوقة فوق الستاير دي يا بنات. فاما بتعملي الحاجة كويس بتقعدي عليها شهور شهور، فترات طويلة. احنا مش هنضيع حياتنا في التنفيض والترويق يعني، مش معقولة. هي بتبقى فيه كده حاجة بنعملها سنويا، بنعملها بعمق جدا وبنقعد عليها بقى. زي ما انتوا شايفين انا جايبة منديل وحطاه على مناخيري علشان التراب. ليه يا شيماء؟ انت يا شيماء دايما بتخلعي الشبابيك وتغسليها. لا، ما انا مش هغسلها برضو عشان مش عايزه اتعب نفسي، بس هعملها بشكل كويس جدا بحيث ان انا برضو ما تعبش نفسي. زي ما انتوا شايفين مسكت الشباك نفضته من الاول من جوه كويس جدا. انا طبعا النظام عندي اللي هو الشيش بتاع الزمان القديم اللي انا بحبه جدا على فكره. نفضت الشيش كويس جدا جدا. اثناء التنفيض من جوه يا بنات الظهر من ورا بينطر التراب اللي عليه، فاهمني؟ ولكن انا ما استكفتش بده، انا جبت فرشه صغيره وقعدت انفض من ورا. طبعا مرضى الحساسيه يخلوا بالهم جدا ويمتنعون، زي طب الناس اللي عندها حساسيه تبقى فاهمه انا بقول ايه. ما هو انا مش عشان انفض تنفيضه ولا اعمل اي حاجه بقى، ولا انضف المطبخ ولا اي حاجه بعديها الاقي نفسي قاعده في السرير. لا، ما هو ربنا برضو ما يقولناش كده، لا عشان نخلص وما فيش وقت. لا، حافظي على نفسك. انتي حساسه من التراب، البسي ماسك، حطي منديل زي ما انا كده عملت معاكم المطبخ. وقلت لكم ان انا كنت لابسه ماسك وانا بعمل وانا برش اللي هو المزيل بتاع الدهون ده. بس كده يا بنات خلصت زي ما انتوا شايفين. جبت الجوانتي بتاعي القمر ده اللي هو نفعني جدا. طبعا معايا ميه هنا كان معايا يا بنات ميه بس، ميه بس. مشيت على الشيش من جوه كله. احساس برضو انك انت تمشي على الحاجه بميه ده بيفرق جدا جدا. ده في حالة ان الحاجة مش محتاجة انها تتعمل للدرجة. وكذلك برضو الازاز مسكته من جوه ومن بره، والحلق الخشب كله داير ما يدور. وبس الدنيا بقت معايا زي الفل، اختلفت جدا. جددت الطاقة جدا على فكرة. وما تعبتش نفسي، ما بهدلتش نفسي رغاوي. ما سوحتش الدنيا مية. وقعدت بعد كده احتست في لم المية والعيال تتزحلق والكلام ده كله. ووصلت برضو لنتيجة كويسة يا بنات. انا مش عارفة هل اللي انا بقوله ده صح ولا غلط، بس انا شايفة من تعليقات الناس، معرفش هل دي ضغوط، هل ده ايه بالظبط، انا مش عارفة. وانا مش حابة ان احنا نكون بنصدر لكم احباط يعني. لان احنا في الاول وفي الاخر كلنا زي بعض يعني، فاهميني؟ ما فيش حد فينا احسن من حد يعني. هو كل ما في الموضوع ان انا بعكس لكم يومي. لكن انا في الاول وفي الاخر زيكم، زي اي واحدة دلوقتي قاعدة بتسمعني والله بجد. جبت بقى معايا الجردل، حطيت فيه شوية كلوريل. على فكرة انا هو متهيألي كلوريل مش مقاطع يا بنات، عشان في ناس الفيديو اللي فات كذا تعليق الكلوريكس مقاطع. ده مش كلوريكس، ده كلوريل. فانا معرفش ده بقى مقاطع ولا مش مقاطع. مسكت بقى هنا طبعا خلاص زي ما انتوا شايفين بقى هلم الدنيا كده بقى حواليا بقى مسحة. يعني دي بالنسبة لي المسحة النهائية، لان انا هرجع الكنبة. ولكن
احنا بنلم كده حوالينا. فاهميني انا عايزه اقول لكم ايه؟ عشان انا لسه هدخل البلكونه. طبعا هو يفضل لو في بلكونه ان انت تبداي بيها الاول. هتقولي لي يا شماعه ما عملتيش كده ليه؟ يا جماعه الجو حر جدا جدا، انا كنت بهرب من الحر باعجوبه، انتوا مش فاهمين. يعني كل شويه عماله اقول طب دلوقتي كل ما ادخل جوه الشمس فظيعه. فالمهم بقى لميت الدنيا كده مسحة كويسة زي ما انتي شايفة أي بالشرشوبة اللي عندك، بالموب اللي عندك، بأي حاجة. سهلي على نفسك. بصي طول ما انتي كنسة وطول ما مفيش تراب المسح معاكي هيبقى حلو. مش لازم توطي وتمسحي. على فكرة يا بنات التوطية دي انا كنت بعملها زمان، ان احنا نوطي ونمسح، جميلة ومريحة ونظافة بس انا عايزة اقولك انها فيما بعد الحركة دي بتأثر جدا جدا على ركبك، على مفاصل ركبك، خصوصا لو وزنك شوية اوفر، يعني لو انتي اوفر ويت. خلصت بقى زي ما انتوا شايفين. ونسيت اقول لكم على حاجة مهمة، ان انا قلت برضو قبل ما امسح رحت منفضة الستارة الناحية التانية بتاعت البلكونة، عشان كده بقى خلاص خلصت كل التراب. رجعت بقى الكنبة ورجعت الكرسي، وقلت بقى ايه، ما انا عمالة اهرب من البلكونة، انتوا مش واخدين بالكم الشمس ضاربة جوه، انا بدخل مش شايفة حاجة. انا عايزة اقول لكم الشمس بتبقى ضاربة في عيني، انا مش شايفة حاجة. قلت يا بت اعملي النجفة، عمالة اهرب، اعملي يا بت النجفة. مسكت بقى ملمع الزجاج معايا اي نوع كده، ده كان معايا فريدة ده. ابتديت ان انا ارش كده طبعا علشان انا عامله النجف على رمضان برضو، ملحقش خالص. بسم الله ما شاء الله نضيف، بس التلميعه دي برضو بتفرق جدا. عايزه اقول لكم النجف بتاعي ده انا بحبه جدا جدا، يعني مهما هيطلع جديد وكده انا بحبه، لان انا اللي نزلت نقيته بنفسي. انا وجوزي ساعتها يعني نزلنا نقينا مع بعض. على فكره اي حاجه يعني قبل جوازك انت اللي بتنزلي تنقيها بنفسك بتبقى يعني مش عارفة، بتفضل العمر كله كده عزيزة عليكي، بتحسي انها كده غالية عليكي ومش بتزهقي منها بسرعة. يعني فاكرة اليوم وفاكرة نقينا ازاي، وفي نفس الوقت بقى ظروف الحياة عند الناس كلها، لا انتي عارفة تجيبي الغالي قوي ولا انتي مش هتجيبي الرخيص قوي، فخير الامور الوسط، فتلاقي ربنا كده كرامك بحاجة. فانا بالنسبة لي النجف ده كان كده يعني. كان ساعتها يا بنات جايبة النجفتين دول اللي هما بتوع الصالة دول، ما هي واحدة عند الركنة وواحدة عند الجزء اللي انا بشتغل فيه ده. كانت النجفة ب450 جنيه، انا فاكرة جدا. وانا كنت عايزه اجيبها كريستال، انا فاكره قوي ان انا كنت بدور على حاجه كريستال. وكان في وقتها الكريستال ابتدى يطلع موضه تاني، لانه قعد فتره كده كان يعني بطل. ولكن انا بحبه جدا، بحس ان هو بيديكي كده احساس رقي كده وبعد كده عرفت فيما بعد ان الكريستال عامه بيدي طاقه ايجابيه جدا للمكان. يعني اما يكون عندك تحفة كريستال كده او اي حاجة زي الكورة كده اللي انا حطيتها دي على المكتبة، يا بنات تركزوا كده معايا اللي قدام المبخرة، انا بحب جدا الحاجات دي. المهم بقى مسكت الملمع، لمعت ازاز المكتبة علشان طبعا كان محتاج يتلمع، ومسكت بقى الرفوف في المكتبة لمعتهم. بصوا يا بنات ده كتاب ميس أميرة رشاد. قولوا لي يعني، قولوا لي تحت في التعليقات انتوا عارفينها ولا لا، بتشوفوا صفحتها على الفيسبوك ولا لا. الكتاب دوت كتاب جميل جدا جدا، انا جبته لولادي، جبته كده اونلاين يعني، جالي لحد البيت في ظرف تقريبا يومين او 3. هكلمكم عنه بس في فيديوهات جايه، عشان مش هينفع الفيديو ده خالص، واقول لك انت ازاي ممكن تستثمري برضو اجازه ولادك، ان انتي تشتغلي معاهم لغة في الاجازة. الكتاب ده يا جماعة اسلوبه بسيط وجميل جدا جدا، وينفع لحد متهيألي انا كشيماء بستفيد منه، يعني بستفيد جدا جدا منه. غير ان الاطفال الصغيرين من اول متهيألي KG1 هيستفيد جدا منه، فيه حصيلة كلمات لغوية ومحادثات بسيطة كده، وازاي تدخلي الكلمات دي في جمل في كل مواضيع الحياة. مش هينفع، مش هوفيه حقه، سيبوه استنوا كده فيديوهات جاية، اكيد هقعد وافهمكم كل حاجة، وبجد هتبقي محظوظة جدا لو جبتيه، خصوصا ان الايام دي الشحن مجاني. المهم خلصت كده كل المكتبة ونظمت الكتب زي ما انتوا شايفين، وفي الاخر دخلت على الكارثة اللي انتوا شايفينها دي، البلكونة يا بنات. بقالي فترة مهملة جدا فيها، معرفش ده نتيجة الحر الأوفر، الموجات الساخنة اللي احنا فيها هنا في مصر ولا ايه. معرفش، مع اني انا بحب البلكونة جدا، يعني من ساعة ما كنت وضبطها معاك وجبت النجيلة وكده، فجأة بقت كرهاها، يعني مش عارفة ليه، مش عايزة اهتم بيها، مش عايزة اعمل فيها حاجة، مش عارفة ايه الحالة اللي صابتني دي بجد، يعني ناحية بلكونتي بصراحة. يعني زي ما انتوا شايفين كده، انا مش محرجة ان انا بصور معاكم المرحلة اللي هي وصلت لها كده،
وعادي ما بتحصل لنا كلنا يعني، عشان زي ما بقول لكم كده احنا كلنا زي بعض يا جماعة والله. بس انا بقى عايزاكم تتحدوا الحالة دي وتستعيني بالله وتسمي الله وتجددي نيتك ان انا بعمل كده يا رب علشان الخير والبركة يدخلوا بيتي والملائكة تدخل بيتي والكلام ده كله يعني. ايه بس بصوا بقى، مسكت الحيطان زي ما انتوا شايفين بتاعة البلكونة، عليها طبعا طبقة تراب بس هي مش باينة قوي عشان انا بصور لكم بزاوية واسعة شوية، ولكن الحيطة كانت مليانة تراب جامد جدا يعني. هعمل دلوقتي السور معاكم بس مش هنفض، خدوا بالكم انا ما بنفضش لاني انتوا فاهمين، مش هنعيب بقى الكلام تاني بقى واقعد اقول لكم الحساسيه والكلام ده. ابتديت ان انا دلوقتي كنست النجيله على قد ما قدرت، لكن انا دلوقتي هغسلها معاكم. واكتشفت وانا ببرمها ان ظهرها مليان كوارث. كنست البلكونه كنسه حلوه جدا 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 عشان انا ما بعرفش اخد تراب من مكان ادخله في مكان، المكان اللي انا واقفه فيه لازم تكون الارض نظيفه. قاعده هنا بصور لكم الشباك ليه، كنت قاعده بشرب شاي هنا وباخد نفسي، فقلت ايه ده، بسم الله ما شاء الله والله الشباك نضيف جدا جدا، انا مش مصدقه يعني. وعامله الازاز معاكم بميه بس الفكره ان انا بقعد اشطف كل شويه الجوانتي ابو شراشيب ده يعني، فاهميني؟ فاللي هو بشطفه كويس جدا فبيديكي لمعه كانك والله غسلاه وكانك حاطه ملمع زجاج وكل حاجه. فسهلي الدنيا على نفسك يعني. اوقات هتلاقوني مسهله الدنيا كده واوقات هتلاقوني ماسكه الدنيا صابون، يعني على حسب يا بنات الحاله اللي واصله لها الشقه عندي واللي واصله لها برضو الشقه عندك. طبعا مشيت المطبخ شلتها معاكم الفيديو اللي فات وقلت لكم ان انا ما قدرتش اغسلها، ما كنتش قادره خالص. رحت بقى جايبه بقى مليت البانيو كده وحطيت فيه شويه باهي اللي هو البودر ده على شويه كلوريل، ومسكت كده المشايه كده يعني انا قعدتها كده دقيقتين ما سبتهاش بصراحه كتير. وطبعا بصراحة الصابون كان كتير جدا فقلت حرام يعني النجيلة كده كده مش هتتأثر ولا لونها هيتغير، دي بلاستيك يعني، فبدل ما الصابون ده ارميه حرام ايه اشطف في النجيلة كده. ومشيت عليها برضو كده بالفرشة مع اني مش شرط خالص، مجرد انتي ما بتغطسيها في مية بايه بتنضف بسهولة يعني وكده. بس كده يا بنات، عايزة اقولكم النجيلة جابت اخرها. بقالها معايا قد ايه والله، متهيألي اكتر من سنتين يعني، متهيألي ان انا داخلة في 3 سنين، مش عارفة يا بنات والله تقريبا يعني. لا مش 3 سنين يا بنات، لا حوالي سنتين. الشمس بتأثر جدا على البلاستيك ولذلك هي بتنزل رواسب كده لونها سودا اللي هي بتاعة الظهر. وفي نفس الوقت لو عندك شيش زي حالاتي كده اصلا اتقطعت من النص من كتر ما بيجوا يفتحوا ويقفلوا بيجرجروها. ولكن هي في العموم جميلة جدا جدا ومش خسارة والله العظيم فيها الفلوس يا بنات، لانها بتنضف لك الشقة جدا جوه جدا جدا. بصي هي وانا بلمها معاكم كانت مليانه تراب قد ايه، كل التراب ده محمي يعني، الشقه جوه مش بيدخل لها تراب بسبب ان النجيله هي اللي واخده كل حاجه. بس كده معايا بقى الجوانتي الشرشوبه ده حبيب قلبي ده اللي معايا النهارده في كل حاجه. ومعايا طبق فيه ميه فقط لا غير، وبقيت اعمل كده مره واتنين وتلاته واشطف ومره واتنين وتلاته على السور، عشان طبعا يعني في جيران وفي ناس مش ينفع ان انا ادلق ميه براحتي والكلام ده كله يعني. بس بقى ومسكت كده المنشر معايا، وكمان يا بنات مسحت الحبال معايا، ومسكت السور كله كده بقى داير ما يدور. خلاص تعالوا بقى فاضل لنا بس الشيش بقى، جبت شويه ميه وحطيت فيها شويه اريال اللي هو الجل ده، وهجيب بس فرشه كده وهبتدي ان انا اغسل الشيش بقى بالطريقه العاديه. ليه بقى يا شيماء؟ عشان ده فعلا لا انا محتاجه ان انا اغسله، لان فريده في يوم عملت حاجه لو انتوا شايفين كده قبل ما اغسله هتلاقوا كده بقع مطرطشه. فريده بنتي جابت بخاخه وعملت فيها خلطه سحريه، وابتدت انها ترش لي كل الشيش بتاع الشقه. ليه يا فريده؟ عشان ما فيش يا ماما دبان يدخل، انا عامله لك خلطه للدبان. عملت ايه بقى؟ ما اعرفش، انا لقيت الشيش كله متبقع كده زي ما انتوا شايفين، بتاع الصاله وبتاع البلكونه دي وبتاع اوضتها. قلت لها يا شيخ الله يسامحك على اللي انتوا عاملينه فيا والله العظيم. ابتديت بقى اغسل وشي وظهر الشيش زي ما انتوا شايفين كده، وابتديت ان انا اشطف بميه، وطبعا بغرق الدنيا براحتي عشان انا مش بنزل ميه على حد، وفي نفس الوقت دلوقتي هلم كل الميه بسهوله ان شاء الله باذن الله دلوقتي معاكم. معايا طبعا الجوانتي القمر اللي هو بيتغسل، احنا كل ما بنتنقل من مكان لمكان بغسال، وخلي بالكم عشان الدنيا ما تبقاش مجيره. ابتديت ان انا اخد الازاز معايا، ولا غسيل ولا مش غسيل، هو مش عايز يتغسل هتعب في نفسي ليه. ابتديت اخده من ورا ومن قدام، والحلق برضو داير ما يدور بالخشب.
وخلصت كده دخلت بقى جبت بقى الجردل، وابتديت ان انا الم المية كده زي ما انتوا شايفين بمنتهى السهولة، والحمد لله رب العالمين. بس يا بنات كده، وزي ما انتوا شايفين دي بقى كانت التلميعة الأخيرة. وطبعا عايزة اقول لكم المشاية والنجيلة انا شطفتهم بس ما صورتش معاكم الشطف يعني، ونشرت على طول النجيلة، وبسجل لكم دلوقتي الصوت. والله المشاية لسه ما اتنشرتش في الحمام. بس النجيلة طبعا نشفت في ساعتها على طول لانها خفيفة، وفي نفس الوقت الجو حر جدا جدا جدا، انتوا اكيد عارفين انا بتكلم في ايه. وما شاء الله نطفت جدا زي ما انتي شايفة، وزي ما انتي شايفة البلكونة قبل وبعد. فيلا تشجعي يا ستي، وسمي الله كده، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، صلي ركعتين كده قضاء حاجة، وشغلي كده حاجة جنبك تسليكي، يعني اي حاجة مسلية حباها، حابة ان انتي تشغلي الرقية الشرعية سورة البقرة. المهم انك انتي حاولي ان انتي تشتتي تفكيرك بان انتي تسمعي اي حاجة، وقومي ابدأي كده وسمي الله. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، خلصت وفرشت، وادي كده كمان السجادة كده فرشتها. معلش لو كان صوتي تعبان لان انا خلصت الفيديو بسجل لكم، لسه قايمه ورايا حاجات كتيره والله يا بنات. بس كده ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. شجعوني بقى كتير في التعليقات عشان نكمل مع بعض ان شاء الله سلسله التنظيفات بسهوله وبساطه ان شاء الله باذن الله. وطبعا ما تنسوش بقى لايكات كتير يا بنات، ومستنيه تعليقاتكم، ويشرفني اشتراكك لو انتي اول مره تشوفيني. وان شاء الله باذن الله استنوني في فيديو جديد. شوني جدا يا بنات، ومع الف سلامه.